فيسبر ديزرت او جامو الصحراء. زي ما احنا شايفين برضو جامو بتدينا بنادق اخف من كده ما نلاقيش، وتقنية وصناعة احسن من كده برضو ما نلاقيش، ولكن برضو بيطبع عليها الطابع البلاستيكي. ولكن هنا البلاستيك مش لازم ان احنا نفهمه بمعنى البلاستيك يعني بلاستيك، لا، دي لدائن قوية جدا. إيه، ثانيا حلت برضو مشكلة الزناد، مريح للغاية، بعكس المشكلة اللي كنا بنواجهها من جامو واللي ناس كتيرة كانت اتكلمت عليها هنا واتكلمت عليها في الموقع العالمي للريفيوز. الجديد في البندقية ديت ان هم حاطين لنا هنا كاتم بيقلل حوالي تلتين صوت البندقية. واخد بالك؟ البندقية مكسية بالبلاستيك كلها، الماسورة بتاعتها مكسية بالبلاستيك كلها، ولكنه بلاستيك لدائن. ولما جينا سألنا ليه يا جماعة، قال لك لمعاملات الصدأ وخفة البندقية وإلى آخره. قلنا طيب، البندقية قوية جدا، تعتبر أقوى من سكوم اللي احنا كنا شفناها قبل كده، والبندقية مريحة جدا، بتتمتع برضو بنشالات فسفورية من جامو، اللي النهاردة جامو تعودت على صناعة النشانات بطريقة أكثر راحة للعميل وأكثر راحة للرامي، مع الكاتم الصوت الجديد بتاع جامو، واللي استخدمته جامو في موديلات كتيرة. بل بالعكس، مؤخرا جامو نزلت الكاتم الصوت دوت في 440 هانتر، وبدأ فعلا انتاجه مع جيل الهانتر، وبدأ انتاجه مع جيل الفيسبر، وبدأ انتاجه في معظم بنادق جامو. يبقى النهارده جامو بتدينا القوة، وبتدينا في نفس الوقت قلة الصوت، وبتدينا في نفس الوقت احدث التقنيات الحديثة في النشين كمان. البندقية ما فيهاش حاجة، البندقية كلاسيكية بيطبع عليها الطابع البلاستيكي، خفيفة وقوية، وفي نفس الوقت ما تتعبش الناس اللي هو هيصطاد وهو بيتحرك وهو ماشي وهو في حالة حركة تامة. زي ما احنا شفنا موديل جديد وجيل جديد من جامو، وفي يوم تاني هنشوف موديل تاني وجيل تاني، وصباح الخير على جميع أعضاء المنتدى.